ما مدى معرفتك بالسوشيال ميديا؟ من هنا بدأت بقى القصة بقى طويلة جدا طبعا، عرفت فيها وكان فيها نجاحات كتير جدا وكان فيها فشل كتير جدا. اعمل ايه عشان اشتغل في المجال بتاعي؟ أنا عنده الباشون أصلا إن هو يتعلم. في الحالة دي تفتكر ممكن يعملوا ايه؟ هل أنت عارف أصلا نقط ضعفك ونقط قوتك إيه؟ ايه اكتر حاجة بتحس ان انت مستمتع وانت بتعملها او انت بتتعلم عنها السوشيال ميديا، عن نفسك؟ إن أنا أقرأ دماغ الناس. اساسيات معينة. أنا اللي بشتغل عليها. هسألك سؤال، الترندات بيبيلد كوميونيتي. انت لما بتحاول تقلد حد ده بيقلل من قيمتك كشخص. هم بيبصوا على النجاح السريع. بسبب الفيديو ده الناس رجعت تشوف الفيديوهات القديمة. اخليها تكسبني ما تخسرنيش. أكتر شعب بيغلبنا في الموضوع ده إحنا. ازاي اقدر احمي المحتوى بتاعي؟ ده سؤال بقى يعني إيه، مش بالصميم بيقولوا ده زتونة الموضوع. محمد ازيك؟ ازيك يا ميرا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. شكرا جدا جدا علشان انت جيت النهارده، وبجد من اكتر الناس اللي كانوا من قلبهم عايزين يقدموا مساعده بجد. ميرسي. فانا بشكرك قوي ومتحمسه قوي للحلقه دي. ميرسي، انا بشكرك على فكرة في البرنامج طبعا وعلى الفرصة السعيدة ديت ان انا اكون موجود معاك يعني. شكرا. طيب قولي انت تحب تعرف نفسك ازاي؟ السؤال الصعب. بصي، يعني احنا طبعا انا على السي في ممكن اكون شخص، على لينكدين او على السوشيال ميديا ممكن اكون شخص، على الحقيقة ممكن اكون شخص تالت خالص. فعشان كده بحس ان هو ان الشخص يعرف عن نفسه. ممكن ده سؤال صعب شوية. يمكن انا في انترفيوز كتير جدا او في مقابلات كتير جدا بيسألوني انت تعرف نفسك ازاي، فبيكون سؤال صعب عليا. بحس ان انا في كل مرة بتسأل ان انا مش عارف نفسي، محتاج اعرف نفسي من اول وجديد، او انا محتاج اقعد مع نفسي افهم نفسي انا مين اصلا. فبحس ان ده سؤال صعب شوية، وبحس ان هو ان انا ممكن اعرف نفسي بطريقة اديكي اكسبكتيشن عالية او ادي للي قدامي اكسبكتيشن عالية، او في وقت تاني اقصر في حق نفسي او ما كنتش قلت التفاصيل كلها اللي انا محتاج اقولها على نفسي. بس انا عشان الخص لك انا مين، انا حد اشتغلت على نفسي كتير جدا. اشتغلت في الكارير اللي انا حبه. يمكن قبل الجامعة او فترة الجامعة اشتغلت في حاجات كتير جدا ما كانتش ريليتد للكارير اللي انا موجود فيه دلوقتي، اللي هو السوشيال ميديا او الماركتينج عامة او الميديا اندستري. فوقت بتاع الجامعة ده يمكن كان وقت تحسي البني ادم ممكن متخبط شوية. لسه مش عارف هو محتاج يشتغل ايه او محتاج يبقى ايه في المستقبل. فاشتغلت شغلانات كتير جدا. يعني مثلا افتكر شغلانة اشتغلتها كنت بدرس لطلبة وبدرس لمحاضرين ومدرسين في مدارس، بدرس لهم ازاي يستخدموا الاوفيس وازاي يستخدموا الانترنت. الوقت ده كان 2008 2007. كان طالع وقتها شهادة اسمها ICDL، ان انت تاخدي شهادة ان انت تبقي سيرتيفايد من اليونسكو من وزارة الاتصالات في مصر، ان انت عندك النوليدج او عندك النو هاو ان انت تستخدمي البيزكس، تستخدمي الويندوز والاوفيس وشويه برامج تانية تساعدك ان انت في الشغل ان انت تقدري تشتغلي تعملي الحاجات الاساسيه عندك. انا كنت في وقتها كنت بدرس وكنت واخد اعتماد من اليونسكو هنا في مصر من وزاره الاتصالات ان انا مدرس ومختبر معتمد من الوزاره من اليونسكو كمان. ممكن اسال كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي الوقت ده كان تانية جامعة اعتقد، حوالي 19 19 20 سنة. بس حلو. ممكن تقدري تقولي قبلها كنت انا 5 سنين او 6 سنين انا ديديكيتد للكمبيوتر فولي. يعني انا ما وريش حاجة بعملها في يوم غير انا بقعد وباكسبوز بقى لحاجات غريبة، بخش على الانترنت بسرش على حاجات معينة، بحب اتعلم حاجات جديدة. قبلها ب5 6 سنين انا كان بالنسبة لي فكرة الكمبيوتر مثلا او ان انا اقعد على الانترنت ده حاجة ده أملي كله في الحياة، ده أملي في اليوم إن أنا أصحى أكل أفتح الكمبيوتر أقعد أتعلم. حتى كنت أنا بيني وبين زملاتي كانوا معتبرين إن أنا الجينيوس بتاعهم، فدايما كانوا في أي معلومة أو أي حاجة بتقف قدامهم في الوقت ده كانوا دايما بيرجعوا لي. فأنا كان عندي حب للمجال أو حب للتكنولوجيا، حب إن أنا أخش على الإنترنت أشوف حاجات جديدة، أتعلم حاجات جديدة.
فانا كان عندي حب ان انا التكنولوجيا، وكان عندي حب ان التعلم. فدي نقطة مهمة جدا، الفكرة ان البني ادم ذات نفسه يكون حابب ان هو يتعلم، يكون عنده الباشون اصلا ان هو يتعلم. لان التعلم ما بيقفش مع السن. يعني في ناس تقول لك خلاص انا كبرت مش محتاج اتعلم، لا، انت التعلم ما بيقفش عند السن. فاشتغلت وقتها مدرب حاسب آلي، كان المسمى في الوزارة كده. طبعا ما كانش لسه طلع المسميات اللي هي الحديثة دلوقتي او عامة. فكان وقتها مدرب حاسب آلي معتمد من اليونسكو. بعدها اشتغلت فترة حوالي 2 او كده. دخلت في قسم التصميم بتاع الويب ديزاين، وان انا ازاي اشتغل ويب ديزاين، وان انا اعمل كودينج لل HTML، وان انا من الاخر يعني تيجي تقولي لي بص انا ده الويب سايت، انت ازاي تشتغل لي على الويب سايت ده، او ازاي ان انت تعمل لي ويب سايت، او ازاي تحسن لي الويب سايت، او ازاي نحط داتا على الويب سايت. فطبعا وقتها كان احنا بنشتغل، ما كانش فيه الاي دي اس ال، كنا بنشتغل على المودم وعلى حاجات بطيئه جدا. وكان ساعتها اللي هو سلك التليفون نحط سلك التليفون اللي هو كان فاكره ساعتها في صوت معين كده متداول على الفيسبوك يقول لك انت من الجيل ده، لو انت عارف الحاجات ده يبقى انت من جيل التسعينات او الثمانينات. فاشتغلت وقتها على موضوع الويب ديزاين. بعد كده جيت في 2009 جات لي فرصه ان انا برضك اشتغل، انضم اروح MBC وكنت رايح على حاجه ملهاش علاقه خالص بالسوشيال ميديا ولا بالماركتينج، كانت اللي هي الويب ديزاين، ان احنا بناخد كونتنت بيتكتب عن طريق صحفيين، واحنا دورنا بس ان احنا بنرفعه على الويب سايت، وفي الاخر بنعمل اوبتمايزيشن للويب سايت، او بنحسن الويب سايت، او بنحط الصور على الويب سايت. فاليوزر العادي بيخش على الويب سايت بيشوف الكونتنت اللي موجود. ده ايامها كان mbc.net. بس ومن هنا بدأت قصتي بقى في حبي للسوشيال ميديا. جالنا مدير بعد 2 من شغلي هناك. الكلام ده كان في 2009 2010، ما كانش لسه اصلا في سوشيال ميديا. جالنا مدير يعتبر اخويا الكبير، لسه على صلة بيه دلوقتي، من الناس اللي بعزها جدا، اسمه فؤاد مسعود. وقتها فؤاد جمع تيم في مصر، انا كنت من ضمن التيم بتاعه، وقالوا لنا خلاص يلا احنا محتاجين نعمل سوشيال ميديا. كان ساعتها جاي تكليف من الإدارة العليا، اللي هو فيسبوك كان لسه طالع، كان لسه تويتر كان لسه طالع، الحاجات دي ما كانتش لسه اكسبوزد للناس بالشكل الموجود دلوقتي. فقال لك خلاص احنا محتاجين نعمل لكل فورمات عندنا وكل شو نعمل له بروفايل على الفيسبوك وعلى تويتر. بس من هنا بدأت بقى القصة. قصة بقى طويلة جدا طبعا، عرفت فيها وكان فيها نجاحات كتير جدا وكان فيها فشل كتير جدا. 9 سنين تقريبا او 9 سنين ونص في MBC. وحققنا نجاحات كتير جدا، لدرجة ان احنا كنا جينا في 2011 كنا اخدنا التيم بتاعنا ان احنا احسن فريق يدير او يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الميدل ايست. وفضلت مكمل بقى بعدها في نفس المجال ده. انا شفت انت رحت شاهد وبعدين دلوقتي في فيو. بالظبط. واكتشفت اللي ساعدك ان انت تكتشف الحاجة اللي انت بتحبها لما انت ركزت مع نفسك، ايه اكتر حاجة بتحس ان انت مستمتع وانت بتعملها او انت بتتعلم عنها؟ انا اكتشفت الموضوع طبعا ده كان بمساعدة زملائي ومديري. طبعا قالوا لي بص انت عندك مشكلة. طب ايه المشكلة؟ قالوا لي انت بتحب كل حاجة تكون بيرفكت. طيب انت بتحب تكون حاجة بيرفكت، طب دي بتسبب لك مشكلة، بتاخد وقت، بتكونسيوم وقت عندك. احنا محتاجين نلانش كامبين مثلا في خلال اسبوع، فممكن انا معايا تاخد 3 أسابيع. ليه؟ انا بحتاج كل حاجة اعملها بدقة. فمن هنا اكتشفت لا، طب انا عندي مشكلة، طب المشكلة اللي عندي دي ازاي احولها لحاجة ايجابية؟ فبدأت قعدت مع نفسي فكرت، طب لا انا المشكلة اللي عندي دي، طيب ما دي ممكن تكون حاجة ايجابية. طب ما انا ممكن استثمر ان انا حتة ان انا محتاج اركز في تفاصيل التفاصيل، وان كل حاجة اطلعها بيرفكت، في ان انا اوظف ده لحاجة تساعدني في شغلي. فمن هنا جيت فكرة ان هو بقى خلاص لا، انا بقى اشتغلت على نفسي كتير جدا في الجزء ده، لدرجة خلاص ان بقى اي حاجة فيها تفاصيل فيها نقدر نقول ان احنا محتاجين نعمل بروجكت مانجمنت لمشروع معين بتفاصيله. هتعامل مع different stakeholders، هتعامل مع campaigns، هتعامل مع different resources. فخلاص بقوا يلجأوا لي، هنلجأ لمحمد علم عشان خاطر هو اللي ملم، اللي هيقدر يلم لنا القصة دي كلها وهيلم الموضوع. فمن هنا بدأت ان انا اشتغل على نفسي كتير جدا، ولقيت نفسي ان انا حبيت الموضوع ده. حبيت ان انا يبقى عندي مثلا خلينا نقول مثلا 10 different Excel sheets
ومحتاج ان انا انظمهم بشكل معين عشان اسهل الشغل للتيم اللي تحتي والتيم اللي فوقي. فخلاص من هنا بدات بقى ايه اشتغل على الموضوع، وبدات لقيت نفسي ان انا حابب الموضوع ده، ولقيت ان انا بدات استخدم السكيلز بتاعتي في ان انا اوظف الحاجات اللي انا كنت شايفها نيجاتيف عندي في شخصيتي لشكل ايجابي. فبقيت استغل الموضوع، فبقى مع الوقت طورت الموضوع، بقى الموضوع بقى يتم بشكل اسرع. حاليا انا بستخدم الاي اي، فانا بستخدم الاي اي دلوقتي. الحاجه اللي انا هقعد اعملها في 3-4 ايام قبل كده كنت بقعد اعملها مانيوال وورك، لا انا دلوقتي بالاي اي خلاص انا عارف الموضوع هيخلص ازاي بشكل عامل ازاي، وبدات اخلص الموضوع في شكل سريع جدا. بس انت قلت حاجة مهمة قوي هنا عايزة ارجع لها. انت قلت انا اخدت السكيلز بتاعتي الحلو فيها واللي كانت الناس شايفة ان هو عيوب، مع الحاجات اللي انا بحب اتعلمها وبحب اعملها وبحس ان انا مهتمة قوي بيها، ووظفتهم كلهم في ان انا اطلع احسن شغل عندي في الحاجة اللي انا بحبها. دي بصراحة انا شايفة ان هي من اجمل الحاجات اللي انا سمعتها في حتة اكتشاف الذات، او ان انت ازاي تقدر تكتشف ايه الحاجة اللي انت بتحبها عن نفسك. فشكرا ان انت شاركت حاجة زي كده. طبعا احنا ليه او انا ليه مثلا بنتكلم على حته، لان انا بلاقي مثلا في شباب كتير طالعه دلوقتي تقول لك انا محتاج اشتغل سوشيال ميديا، او انا محتاج اشتغل اكس مثلا، او محتاج اشتغل تايتل كذا. طيب ما انت محتاج تشتغل الجزء ده، هل انت اشتغلت على نفسك؟ طيب هل انت عارف اصلا نقط ضعفك ونقط قوتك ايه؟ فطبعا فكره ان انت تعرف نقط ضعفك او نقط قوتك انت مش هتعرفها وانت قاعد في البيت. انت لازم تنزل النهارده تشتغل، حتى لو تشتغل شغلانه ما بتحبهاش، حتى لو تشتغل حاجه مش هتاخد منها فلوس، بس انت هتكتشف منها حاجه بعدين. يعني انا ممكن الخص لك موضوع ان انا الفتره اللي انا اشتغلتها في وقت الجامعه، ولما اشتغلت كنت مدرب حاسب آلي، الفتره دي عرفتني حاجات عرفتها عن طريق نفسي وعن طريق الزملاء اللي حواليا، حاجات اكتشفتها بعد كده بدات ادورها. خلاص انا لما دخلت MBC عارف ان انا قوي في كذا، فعارف ان انا النقطه دي لما انا اشتغل عليها محدش هيقدر يكمبيت معايا في الشغل خالص. وهي حته ان انا مثلا ايه، انا شاطر في حته الاوبريشنال، شاطر في حته ان انا ممكن اشتغل المانيوال ورك كتير جدا. وقبل ما اشتغل مانيوال ورك كان دايما مديري يجي يقول لي ايه، انت فيك حاجه غريبه. اقول له ايه؟ يقول لي بص، انت قبل ما بتشتغل انت ممكن يبقى قدامك حاجات كتير جدا، كم شغل كتير قوي، مع حد تقعد تفكر قدامه وتقول لا انا هعمل الشغل ده ازاي. فانا كان فيها حته حلوه، كنت بعمل ايه؟ كنت دايما اشوف الشغل ده، كنت اقعد افكر ايه اسرع طريقه اخلص بيها الشغل، وفي نفس الوقت انا ما اتعبش، وفي نفس الوقت اطلع الشغل بشكل بيرفكت. فكان دايما قبل ما يجي لي شغل ما كنتش ببص على حجمه، انا كنت ببص على ازاي يخلص بسرعه وازاي يخلص ما فيهوش مشاكل. فكنت بعتمد الطريقه دي في شغلي، كان مديري دايما يعلق لي على الموضوع ده، فكنت دايما لما بعتمد الطريقه دي خلاص اي شغل بيجي لي انا عارف ان انا اعمله ازاي. فكان تلاقي مثلا زميل قاعد جنبي يقول لي انا مش فاهم انت خلصت الحاجات دي ازاي. اقول له عشان انا فكرت قبل ما اشتغل هعمل الحاجه دي ازاي، هعملها ازاي بشكل سريع، هعملها ازاي بشكل ما يكونش فيه مشاكل. فكنت دايما بدور على طريقه سهله، فكنت دايما بطلع بحلول زملاتي في الشغل او الموجودين معايا في التيم ما فكروش بيها. ليه؟ لان انا سخرت وقت ان انا افكر في ان انا ازاي احل المشكله. حاطط مشكله قدامي ان انا شغل كتير، طب انا هحله ازاي؟ فكنت دايما بعمل مثلا حوالي 90 او 80% من وقتي بفكر ازاي هحل المشكله دي. ودايما بيكون في فرق بين ازاي احل المشكلة وازاي اخلص منها. يعني انت لما بتخش على المشكلة بتفكير انه ازاي احلها وازاي احلها بطريقة صح ومختلفة وتبقى productive، وفي طريقة تفكير تانية انت بتخش بيها على المشكلة ازاي اخلص من المشكلة دي دلوقتي حالا. ففعلا الطريقة الاولى ان انا ازاي اوصل لاحسن حل باحسن جودة هي اللي بتخليك تقدر تطلع باحسن نتيجة من حل المشكلة دي، لا وتتعلم منها كمان. وممكن تساعدك ان انت تضيف افكار جديدة، يمكن المشكلة دي لما تحصل تطلع لك فكرة جديدة خالص تساعدك في شغلك وتبدأ تطورها وتستخدمها بعد كده. طيب لو انا عايزة اشتغل في المجال بتاعك، مجال السوشيال ميديا ومجال الميديا عامة مغري جدا بالنسبة لناس كتير دلوقتي، وبيشوفوا انه هو قد ايه فن وقد ايه لذيذ وقد ايه هو الحاجة اللي جاية دلوقتي. كل حاجة دلوقتي بقت السوشيال ميديا وكل حاجة بقت اونلاين. فانا لسه تايهة
وعايز اعرف اعمل ايه عشان اشتغل في المجال بتاعك. بصي، المجال بتاعنا ما بيختلفش كتير عن اي، او عامه الاندستري بتاعت الميديا ما بتختلفش كتير عن اي اندستري تانية. بس انا مثلا بالنسبه لي كمحمد علم، حد يجي يقول لي بص انا عايز اشتغل، ايه الحاجات اللي انت تنصحني بيها، او ايه الحاجات اللي انت تديها لي من الاخر كده، ايه الزتونه او ايه الخلاصه اللي انا اشتغل عليها عشان ابقى زيك؟ هقول له حلو، تعال انت دلوقتي عندك، هل انت شاطر في حته الاوبريشنال؟ هل انت شاطر عندك مثلا السكيلز ان انت بتقدر تشتغل على الاكسل، تقدر تشتغل على الاوفيس، على الوورد، تقدر تعمل باوربوينت، تقدر تعمل الحاجات اللي هي البيزكس اللي بتطلب في الشغل ولا لا؟ فدي نقطه مهمه. طيب هو لو ما عندوش الحته دي، لو ما عندوش الحته دي هتقابله عقوبات قدام، بس ممكن يتعلمها. طيب ركننا الجزء بتاع الاوبريشنال على جنب. طيب حاجه اقول لك، طيب انت دلوقتي بتقول انا شاطر في السوشيال ميديا، طيب انت ما مدى معرفتك بالسوشيال ميديا؟ هل انت عارف كل الترندز، عارف كل الابديتس اللي حصل في السوشيال ميديا، ولا انت مش عارف؟ ولا انت مش مجرد شخص يوزر عادي بتخش تستخدم الفيسبوك تحط بوست، او على الانستجرام تنزل ستوري او وات ايفر؟ لا. فده سؤال مهم. فطبعا هنا انا عشان اجي، لو انا قاعد مع حد بعمل له انترفيو، او انا قاعد مع حد عشان اشوف بس اعمل له ايفالويشن لنفسه هو واصل لفين في المجال بتاع السوشيال ميديا، هساله حاجات تكنيكس معينه او تاكتكس معينه في السوشيال ميديا. هاجي اقول له مثلا لو انا منزل بوست مثلا او انستجرام ريل اكتر من 90 ثانيه، يعني دقيقه ونص مثلا، هل نقدر نعمل لها بوست ولا لا؟ فانا من هنا هعرف هو مدى هو انفولفد قد ايه في الحاجات الاوبريشنال، ولا هو بس عارف معرفه عامه. طيب انا دلوقتي التيك توك مثلا، عندي تيك توك الماكسيمم لينس بتاع الفيديوز قد ايه؟ 10 دقايق، ولا هم مثلا دلوقتي فتحوا الموضوع لساعه؟ فاسئله زي كده هي اوبريشنال، او هي ممكن تبان سطحيه، او ممكن تبان اسئله سهله جدا، او اي حد هيعمل عليها سيرش هيجيبها من على الانترنت. بس انا لما اسال الشخص اللي قدامي هيبين لي مدى معرفته قد ايه بالتولز او بالبلاتفورمز اللي هو بيشتغل عليه. لان احنا عندنا 60-70% من شغلنا مهم جدا ان انت تبقى عارف الكونتنت اللي انت هتستخدمه ده هتعمله بروموشن ازاي على انهي بلاتفورم، وهتبقى عامل البروموشن شكله عامل ازاي. فمدى معرفتك بالسوشيال ميديا مهم جدا. طيب هاجي الجزء بقى التاني، الجزء بقى اللي هو ممكن اسميه الجزء الكور. انت الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك عامله ازاي؟ اللانجوج بتاعتك عامله ازاي؟ هل انت تقدر تخش تكوميونيكيت في ميتنج؟ هل انت تقدر تخش تحكي ستوري تيلينج على سكسس ستوري انت عملتها؟ هل انت تقدر تخش تعمل برزنتيشن بشكل معين وتقدر تخش تبهر الاودينس اللي موجودين، او عامه خلينا نقول المانجمنت؟ فانت الكوميونيكيشن سكيلز والستوري تيلينج بتاعتك هنا السكيلز شكلها عامل ازاي؟ فده جزء مهم جدا. في حد ممكن يشتغل يبقى شاطر على السوشيال ميديا ويبقى شاطر في الاوبريشنال ويترجم الكلام ده كله في باوربوينت ويخش في الميتنج مع المانجمنت ما يقدرش يشرح لهم هو عمل ايه. فانت جزء من شغلك انت ما قدرتش. والعكس، في واحد يحكي كويس جدا بس يجي في الاوبريشنال ما يقدرش يشتغل، ما عندوش الكابابيلتيز وما عندوش السكيلز ان هو يقدر يشتغل. فده جزء مهم جدا. فانا بحس ان هي حاجات كور مهمه. فكره النوليدج بتاعت السوشيال ميديا بلاتفورمز شكلها عامل ازاي، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك شكلها عامل ازاي، الستوري تيلينج بتاعك عامل ازاي. وهاجي بقى للجزء الثاني اللي هو هيختلف من اندستري لاندستري، ما مدى معرفتك بالميديا اندستري. انت دلوقتي انا لو جيت مثلا قلت لك ادي معاك احنا عندنا شغلنا كله افلام ومسلسلات، هاجي اقول لك خد ال10 افلام دول وال10 مسلسلات، طلع لي كونتنت يكون ابيلينج مثلا للتيك توك، وطلع لي كونتنت تاني للفيسبوك. وانت بتطلع خلي بالك من معايير البراند جايد لاين بتاعتنا. فهل هو هيقدر يتفرج وهل يقدر يطلع لي كونتنت كرييتيف؟ فهنا في الحته دي انا هشوف الكرياتيفيتي بتاعته عامله ازاي. هل هو يقدر يطلع لي حاجه انجيجنج ويربطها بحاجه ترند الناس بتحكي عليها دلوقتي على السوشيال ميديا مثلا؟ خلينا نقول مثلا اي حاجه ترند دلوقتي مثلا حصل على السوشيال ميديا، انت تقدر تعمل لي دلوقتي حاجه تكون انجيجنج او ريليتيف للحاجات اللي حاصله على السوشيال ميديا دلوقتي ولا مش هتقدر؟ فما مدى معرفته بالميديا هنا هتفرق. فانا دلوقتي لو جاي عندي شخصين، واحد ما عندوش نوليدج خالص بالافلام او بالمسلسلات او بالميديا اندستري بتاعتي، وعندي حد تاني عنده معرفه، حتى لو نقول معرفه
قليله مثلا 40-50%، هاخد الشخص اللي عنده 40 او اجتهاد شخصي، او اجتهاد شخصي. لان ممكن يكون حد عايز جدا يشتغل في المجال ده ومهتم بيه جدا وحبه، بس ما جاتلوش فرصة ان هو يدخل يروح شركة زي شاهد او فيو او اي حاجة من الابليكيشنز دي، بس هو حابب المجال جدا وهو اشتغل على نفسه وفعلا بدأ يشوف ازاي يقدر يوصل لحاجة كويسة فيه. فهل ده برضو ممكن لو جه قدامك تديله فرصة؟ ممكن نتغاضى عن دي، يعني ممكن نتغاضى عن المعرفة بتاعة الميديا في سبيل ان هو يكون عنده نوليدج كويسة جدا في السوشيال ميديا، ويكون عنده نوليدج كمان، ويكون الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته كويسة جدا. اصل انت عارف ان دي من اهم الاهداف بتاعه البرنامج، ان الناس اللي بتحب مجال معين واجتهدت ان هي يبقى عندها نوليدج فيه باجتهادها الشخصي، دورت بقى على الانترنت، بدأت تتفرج على ناس اكسبرتس زيك وتسمع هم بيقولوا ايه او ايه المتطلبات بتاعتهم او ايه الحاجات اللي هم بيبصوا عليها، بس مش عارفين ياخدوا بس الفرصة ان هم يدخلوا بقى الشركة ويشتغلوا الحاجة اللي هم بيحبوها وبيعملوها. فعلشان كده احنا بنحاول ان احنا ننشر الوعي ان الناس دي تستحق ان هي تاخد فرصة جدا، لان هي حابة المجال او حابة الشغل ده، بس ممكن يكون الحظ لسه ما ساعدهاش ان هي تشتغل في نفس الاندستري. بصي انا اعرف حتة حبة ديت عشان دي يتحط تحتها مليون سطر. انا حابب السوشيال ميديا، خلينا نقول انا حد حابب السوشيال ميديا وبدور على فرصة في شركة. انا ممكن باجتهادي الشخصي اوصل للشركة، انا ممكن باجتهادي الشخصي كمان ان انا اروح اعمل اوديت للسوشيال ميديا بتاعتهم. لو انا شاطر في السوشيال ميديا اروح اقول لهم انت عندكم مشاكل كذا 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 كذا، وانا شايف ان المشاكل دي احنا ممكن نحلها بطريقة فلانية. انا ممكن اروح اقول لهم ايه رأيكم انتوا، ممكن اعرض عليهم افكار كامبينز. فانا دلوقتي حته ان الشخص حابب، هل حابب ويشتغل، هل حابب وقدم خطوه ولا ما قدمش. ما انا ممكن اكون حابب وقاعد مكاني ما بقدمش، وممكن اكون او حابب ما اجتهدتش عشان ابقى مميز. بالظبط. فانا ممكن اكون حابب وبعت، يعني انا في ناس مثلا ممكن تبعت لي على لينكدين تقول لي بص احنا انا I went through السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتكم وانا شايف 1 2 3 4 وشايف ان انت ممكن تعملوا كذا، وعندي سؤال انتوا ليه ما بتعملوش كذا. انا شخص زي كده بعتبره ان هو مميز جدا. ليه؟ ده هو وصل ودور وشاف ان الشخص فين اللي مسؤول عن السوشيال ميديا في البراند ده، وبعت وتواصل معاه وبيسأله على اسئله وبيدي اقتراحات وبيسأله اسئله كمان هو ممكن يكون ما عندوش الاجابه بتاعتها. فانا شخص زي كده 100% هساعده، لو ما قدرش يساعده على الاقل هكون مجاوب على الاسئله بتاعته، لان ده اجتهد وقضى وقت ودور ودخل كمان قال لي بص انتوا عندكم كذا، انتوا بتعملوا كذا. طب انا حابب افهم النقطه دي، مش عيب ان انا اشرح له، مش عيب ان انا اقول له، ما احنا في الاخر كلنا بنتعلم من بعض. فده صح. شخص زي ما انت قلتي كده، ده شخص حد اشتغل وحد قدم خطوه. وفي شخص تاني بيقول لك انا عندي المعرفه وبس ما اجتهدتش. يعني انا ساعات مثلا بنكون فاتحين فاكنسيز مثلا وبننزل على لينكدين، فبتلاقي في ناس بتبعت لك على البرايفت وناس بتخش تعمل ابلاي على الجوب وفي ناس بتبعت على الايميل. بس في شخص انت ممكن لما تشوفي الايميل بتاعه مكتوب ازاي اللي هو بعد بيابلاي على فاكنسي معينه، بتقولي الشخص ده اجتهد وتعب على الايميل وتعب ان هو كمان يكتب الايميل وكاتب فيه تفاصيل. وفي شخص بيقول لك هاي انا فلاني الفلاني بليز فايند الاتاتشد السي في بتاعي. ده شخص ما تعبش، ده شخص بعت لي بيقول لي السي في بتاعي اهو. فاوكي السي في بتاعك هبص عليه. فانا ممكن يجي لي 250 سي في بقعد ابص عليهم ازاي. اول حاجه ممكن انا ابص عليها او شرط ان انا اقول ان انا هوايت ليست السي في ديت، بشوف طريقه كتابه الايميل هل فيها اخطاء، هل ده حد اهتم، هل حد كتب الايميل بشكل بروفيشنال وكاتب فيه اسمه وموضح السبجكت وكاتب الحاجات ديت ولا لا. ساعتها ببص، دي اول كريتيريا عندي. فانا دلوقتي لو عندي 1000 سي في مقدمين على رول سوشيال ميديا عندي، اول حاجه ابص عليها اعمل فلتر للسي فيز على الايميل، طريقه كتابه الايميل. تاني حاجه هخش ابص على السي في بتاعه، هل ده حد اشتغل في شركات معينه باين ان هو اشتغل في حتت سوشيال ميديا ريليتد للرول بتاعي ولا لا. لان في ناس ساعات بتقدم هي مش ما تكونش سوشيال ميديا، ممكن تكون شغاله حاجات تانية بس هي عايزه تقدم على الوظيفه دي. فدايما انا هدي اولويه للشخص اللي هو اشتغل على السوشيال ميديا. طب عندي سؤال هنا،
الناس اللي هي حابة مجال السوشيال ميديا بس ما اشتغلتش سوشيال ميديا قبل كده، ازاي تقدر تاخد فرصة؟ لان في ناس انا قابلتهم في الحياة يمكن بقالهم اكتر من 5-6 سنين شغالين وهم حقيقي مش حابين المجال اللي هم شغالين فيه، بس مش قادرين يخرجوا منه لان المجتمع والشركات حصرتهم جوه صندوق الفاينانس مثلا او الاتش ار او كده. طب انا عايز اشتغل ماركتنج وحابب المجال ده، بس عمر ما حد هيديني فرصة عشان انا 5-6 سنين خبرة بتوعي كانوا في مجال مختلف. في الحالة دي تفتكر ممكن يعملوا ايه لو عايزين ياخدوا فرصة في مجال جديد؟ هم حل بسيط جدا. انت عندك سكيلز في السوشيال ميديا، فيك ان انت تعمل السكيلز دي توريها للناس النتورك اللي حواليك على البروفايل بتاعك. يعني انت مش مطالب ان انت تخش تشتغل على براند، انت ما اشتغلتش، انت اوريدي اشتغلت في مجال مختلف، بس انت عندك سكيلز وعندك مهارات وعندك حاجات، انت قصص عايز تقدمها وعندك افكار حابب تقدمها، اعملها على الاقل على البروفايل بتاعك الشخصي. يعني اعمل بيرسونال براندنج لنفسك بالظبط الاول، ولو قدرت ان انت تنجحه ساعتها هتقدر تتصدق اكتر ان انت فعلا عندك التالنت. فساعتها لما انا اروح اقعد في انترفيو، انا شغال فاينانس او انا شغال ليجل، بس I can showcase ان ده البيرسونال بروفايل بتاعي وانا حاطط فيه افكاري. فانا ساعتها لما انا حد هاجي اقعد معاه هقول له لا، وريني افكارك اللي انت بتعملها دي عاملها ازاي، الكوبي رايتنج بتاعك عامل ازاي، الفيديو اديتنج بتاعك عامل ازاي، الفيجوالز اللي انت بتستخدمها عامله ازاي، الارت وورك، المسجنج بتاعك عامل ازاي بتقدر تسوق لنفسك. فانا ساعتها هحكم على معايير كتير جدا افهم منها الشخص ده عنده السكيلز ولا لا. فدي حاجه بسيطه جدا مش هتاخد، يعني معلش انا النهارده لو انا كل يوم هقضي ساعه بس عشان اشتغل على الهوبيز بتاعتي او اشتغل على هوايه مفضله ليا او الحاجه اللي انا حاببها، احنا بنتكلم هنا على السوشيال ميديا، فانا ساعتها هحط ده في البروفايل بتاعي. ما بقولكش بقى اعمل لي مثلا اعمل لي براند او اخترع لي ايدنتي او اطلع لي مثلا بفكره شو او برنامج او اعمل لي حاجه مختلفه، لا، ابسط حاجه اعمل لي اشتغل على البروفايل بتاعك. طيب انا دلوقتي لما اجي اقول لي مثلا اعمل لي بروموشن ل فيلم مثلا صعيدي في الجامعه الامريكيه، وصعيدي في الجامعه الامريكيه موجود على اليوتيوب وموجود وبيتعرض على التي في وموجود في منصات كتير جدا، طب انا ازاي هعمل له بروموشن بشكل مختلف عشان اقول ان انا موجود في السوق، انا لسه موجود، انا الكونتنت بتاعي بيختلف عن الناس التانية، انا البلاتفورمز بتاعتي بتختلف. انت لما تيجي عندي از يوزر هنا تعمل فولو للسوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي عندي اكسبيرينس مختلفه مش موجوده عن البلاتفورمز. هنا تيجي حته الكرياتيفيتي اللي انا محتاج اركز عليها. فانا لما اجي اعمل بروموشن لمسلسل او فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، لا انا هاجي بقى مثلا هقول انا هعمل ميم بالشكل الفلاني، حاجه ترند دلوقتي هربطها بمحمد هنيدي، او هستخدم حاجه معينه عشان اقدر اشتغل عليها فتعمل لي حاجه فكره كرياتيف شويه. فالفكره الكرياتيف ديت تاد فاليو لليوزر اللي هو عامل لي فولو على الفيسبوك عندي او على السوشيال ميديا عندي. فيبقى انا قدمت فاليو للشخص اللي هو عامل لي فولو على السوشيال ميديا عندي، وفي نفس الوقت هبحقق الاويرنس اللي مطلوب عندي. فانا دلوقتي السوشيال ميديا استراتيجي، عشان اقدر اعمل سوشيال ميديا استراتيجي محتاج زي ما قلت افهم البيزنس اوبجكتيف بتاعي. واحنا هنا الفي او دي او عامه الاو تي تي سيرفيس بتقدر ان محتاجين ان احنا نخلق اويرنس ومحتاجين ان احنا نعلي اليوزر بيز، لان انا لما بعلي اليوزر بيز على السوشيال ميديا في ناس منهم كتير فولورز كتير جدا بتيجي عندي على في منهم بيشترك وفي منهم ما بيشتركش، فده ريفينيو، فاللي بيشترك ده ريفينيو جاي. طب اللي ما اشتركش هو بيجي بس بيتفرج على كونتنت، فهو لما بيتفرج على كونتنت على الاب عندي هو بيعمل فيديو فيوز على الاب، فانا عمل لي انجيجمنت على الاب، فهو لما بيعمل لي انجيجمنت على الاب انا اقدر بعد كده اروح لاي شركه ادفرتايزنج اقول لهم تعالوا اعملوا لي مونيتايزيشن على الكونتنت بتاعي. يعملوا لي مونيتايزيشن يعني اعملوا لي اعلانات بفلوس. بالظبط، اعلنوا عندي وادفعوا فلوس. بالظبط. فبيجي وانت بتتفرجي على الكونتنت، الشخص اللي بيتفرج على الكونتنت از فري، فبتلاقي في اعلانات بتطلع له في الفيديو اللي هو بيتفرج عليه، فاحنا ده بالنسبه لنا مونيتايزيشن. بالظبط. طيب انا دلوقتي هل انا بمونيتايز مثلا المونيتايزيشن سعر البرايسنج مثلا بتاع المونيتايزيشن او السي بي ام بتاعي اللي هو الكوست بير امبريشن اللي انا هدفعه على الادز، هل مصر هو السعوديه هو الامارات؟ لا، كل بلد ليها تكلفه مختلفه. فانا يجي عندي مثلا هنا الجي سي سي عندي التكلفه عندهم اعلى بكتير جدا من مصر، يبقى انا از
OTT انا محتاج اعمل انجيجمنت اكتر في الجي سي سي، عشان الجي سي سي الادز اللي هتجيلي عنه من الجي سي سي تكلفتها هتكون اعلى. الجي سي سي اللي هي دول الخليج. دول الخليج. فانا بالنسبه لي هنا لما اعلي الانجيجمنت انا محتاج اعلي الانجيجمنت في الجي سي سي، فانا ده هيرفلكت عندي بقى في السوشيال ميديا. فاجي هاجي اقول للشخص بتاع السوشيال ميديا خلي بالك انا محتاج اعمل انجيجمنت عندي على الاب من جي سي سي او مثلا من الامارات او من السعوديه. فساعتها هو هيبقى عنده كلير دايركشن، هو فاهم هو محتاج يشتغل عليه عشان يحقق لي ده. غير لما اجي اقول له مثلا انا هعمل مثلا مونتايزيشن من مصر، مونتايزيشن من مصر سعره قليل جدا، لا غير لما اعمل مثلا من الامارات. فبالتالي هو بيبقى فاهم ان انا لما اعمل مونتايزيشن من الخليج التكلفه بتاعته انا الريفينيو بتاعي هيبقى اعلى غير لما اخد من مصر. فده مصدر تاني للريفينيو. فدايما بيبقى فيه مش كونفليكت، بيبقى فيه اوفرلاب ما بين البيزنس اوبجيكتيف كلها وبعضها. زي ما قلنا في اويرنس، في يوزر بيز، محتاج اعمل مونتايزيشن، وفي نفس الوقت محتاج انا اشو كيز از او تي تي مثلا او بلاتفورم للكومبيتيتورز بتوعي ان انا موجود في السوق، ان انا فدي حاجه بي تو بي. يعني انا مثلا از براند محتاج ان انا اكون موجود في كل الايفنتس، محتاج اكون موجود في كل الايفنتس اللي هي خاصه بالميديا. ليه؟ انا محتاج ان انا افضل اكيب بوشنج على ان انا ام توب اوف يور مايند للاو تي تي الثانيه، ان انا موجود ستيل موجود في السوق، ان انا ستيل عندي محتوى. فانا دلوقتي كبي تو بي بقى محتاج ان انا ابقى موجود في مثلا يجي عندنا مهرجان القاهره السينمائي مثلا، محتاج اكون موجود في المهرجان. ليه؟ عشان خاطر الاودينس اللي موجودين دولت النتورك اللي انا بشتغل معاهم، دول الممثلين، دول المخرجين، دولت الناس اللي في الميديا بتوعي اللي انا بشتغل معاهم. فدايما لازم افكرهم ان انا موجود. طب ازاي بتقدر تفرق بين المحتوى بتاع كل منصة والتانية؟ يعني كل بلاتفورم، محتوى تيك توك مختلف عن محتوى فيسبوك، مختلف عن المحتوى بتاع انستجرام، مختلف عن المحتوى بتاع سناب شات. ازاي بتقدر تحدد كل واحد ايه نوع المحتوى اللي هتحطه عليه؟ لو انا هعمل بلان معينه باجي اقول ان الفيسبوك انا خلاص انا عارف ان 99 او 90% من الاودينس الموجودين على الفيسبوك عندي مصريين، فانا محتاج منهم ريتش بس مش محتاج مونتايزيشن. فانا خلاص انا فهمت. فانا باجي في الحته دي بعمل ايه؟ بقول لا انا في محتوى محتاج اعمل له بروموشن بشكل معين. طيب ايه الفورمات اللي انا هستخدمه على الفيسبوك عشان يعمل لي الريتش؟ فممكن احط مثلا ميم، احط مشهد، حاجه مثلا مضحكه، حاجه هتعمل لي باز، انا عارف متاكد مليون في الميه ان هي هتعمل لي كده. فباجي بحطها على الفيسبوك بس لان انا الغرض بتاعي ان انا محتاج منها اويرنس. انا الفئه دي اللي محتاجه تارجتها. ليه؟ دي التارجت اودينس بتوعي. انا اصلا بشتري كونتنت، وانا اصلا كمان الكونتنت معظم 90% من الكونتنت اللي عندي على البلاتفورم انا جايبهم ليهم اصلا. فانا محتاجه تارجت دول. طيب يبقى انا ساعتها لما اجي هعمل كونتنت على تيك توك انا محتاج اعمل له بشكل معين بفورمات معين بيناسبهم. فانا محتاج افهم، اعمل اناليسز للترندز اللي موجوده على التيك توك، وبكون فاهم البلاتفورم وفاهم ازاي ان انا هعمل فيديو، محتاج اعمل تشالنج، محتاج اعمل اشارك في هاشتاج معين، او اشارك في ايفنت معين، او محتاج اعمل كونتنت بشكل معين على التيك توك. فانا ساعتها محتاج استخدم التيك توك از بلاتفورم، استخدمها بما تناسب الكور تارجت اودينس، وان انا اعمل في نفس الوقت بروموشن للكونتنت بتاعي. فده بيجي ساعتها مش اللي تشالنج، بيجي ساعتها برين ستورمينج سيشن بتتعمل انترنالي، بيكون ما بين الديفرنت ستيك هولدرز، ممكن نقول الكونتنت او الماركتنج، ان احنا بنقول احنا في عندنا كونتنت كذا جاي الشهر الجاي، او انا محتاج اعمل له بروموشن. طب انا هعمل له بروموشن ازاي على تيك توك؟ فانا ايه الحاجات اللي انا هشتغل عليه؟ ايه الكونتنت؟ ايه الفورمات؟ شكله عامل ازاي؟ طيب ايه المحتوى اللي انا هختاره؟ طب ايه الحاجات اللي انا هركز عليها؟ ايه المشاهد اللي انا هختارها؟ فكل ديت اسئله بتتسال ومحتاج ان انا اللي اجاوب عليها، عشان في نفس الوقت ابقى اكون فاهم ان انا لما هنزل على التيك توك انا محتاج اعمل الماسيف اويرنس عشان هيجي لي من عليه كونفرجن. فانا ابقى فاهم ساعتها ان لما يجي لي كونفرجن على الاب عندي في الفتره دي ابقى انا فاهم ان الكونفرجن ده جاي لي من على تيك توك. وباجي مثلا بلاتفورم تانية مثلا زي اليوتيوب، بقول البيهيفير بتاع الناس اللي على اليوتيوب ان هم محتاجين يشوفوا لونجر كونتنت او لونجر فورم كونتنت. فانا محتاج
اقدم لهم كونتنت اطول. طيب انا هحتاج اقدم لهم كونتنت اطول، طيب انا مش هينفع انزل لهم مثلا تيزرز او بروموس دقيقتين او دقيقه او وات ايفر، لا ده ممكن انزل لهم BTS behind the scenes 10 دقائق ربع ساعه. ليه؟ انا الناس اللي اوريدي هي حبت الكونتنت، هي اوريدي عامله عندي فولو على اليوتيوب تشانل، وفي نفس الوقت هم حابين يشوفوا كونتنت اطول، فانا بقدم لهم الكونتنت الاطول، بقدم لهم الكونتنت اللي هو ال 15 دقيقه او ال 10 دقائق. طيب وفي نفس الوقت انا ممكن اعمل منه مونتايزيشن. فده بيجي فكره ان انا فاهم البلاتفورم بتاعي كويس ودارس الكونتنت اللي عندي. طبعا انا اي كونتنت بيجي لي از OTT سيرفيس، الكونتنت اللي جاي انا بيجي لي كونتنت جديد انا مش عارف الكونتنت ده ايه، فطبعا لازم ادرس الكونتنت، افهم مين الممثلين، ايه اليو اس بيز بتاعت الكونتنت، ايه الحاجات اللي هي اليونيك سيلينج اللي هي يونيك سيلينج بوينتس اللي انا محتاج اركز عليها في الشو. هل الشو الجنرا بتاعه مثلا اكشن، هل هو رومانس؟ طيب الشو ده مثلا كان توب مثلا ريتد في دولة معينة قبل كده اتعرض، فطب انا لو باخد حاجة وبعمل لها دابينج او بعمل لها سبتايتلينج بعربي مثلا او دابينج بعربي، هي مثلا كانت توب 10 مثلا في تركيا مثلا او في ايجا مثلا او في كوريا، فانا ببقى فاهم الكونتنت اللي انا هعمله بروموشن ده محتاج افهمه كويس جدا، ادرس الجنرا، ادرس الستوري بتاعته، ادرس الكوست، وفي نفس الوقت افهم اليو اس بيز بتاعت الشو عشان اما اجي اعمل له بروموشن انا فهمت الشو بتاعي. ساعتها بقدر اقول ان انا هعمل بروموشن على كل بلاتفورمز بتاكتكس معينه عشان اسيرف الاوبجكتيف بتاعي. طيب دلوقتي البلوجرز والانفلونسرز من اكتر التولز اللي هي بتدرايف ترافيك او بتخلي الناس تشوف الحاجه وتروح عليها. ففي كتير قوي من البيزنسز ما بيعرفوش ازاي يختاروا الانفلونسرز صح او البلوجرز صح. يعني دايما بيهتموا اكتر بمين عنده فولورز اكتر، مين بيعمل فيوز اكتر. ده مهم برضو، مش مهم، بس ساعات انت ممكن تختار انفلونسر يعمل لك فيوز كتير جدا بس يحطك في مكان غلط غير اللي انت عايز تحط فيه، او يوقع البراند بتاعك. مش هيوقعه عشان هو انفلونسر فاشل، لا عشان مش هو المناسب. وفي انفلونسر تاني ممكن يبقى عنده فولورز اقل بس هيحطك في المكان الصح، في المكان اللي انت عايز تبقى فيه. فازاي اقدر احدد مين البلوجر المناسب او الانفلونسر المناسب اللي اعلن عنده عن المنتج بتاعي؟ الجزء ده نحتاج في الاول ان انا ادرس اكون فاهم البوزيشننج بتاع البراند بتاعي، واكون فاهم ايه الكور فاليوز بتاعت البراند بتاعتي، وفاهم كمان انا محتاج احقق ايه از بزنس اوبجكتيف. طيب انا فهمت الجزء ده وفهمت الثلاث حاجات دي، باجي اقول طيب انا دلوقتي لما قلت ان انا عندي خلينا نقول مثلا كونتنت عربي وانا محتاج اعمله بروموشن، بس الكونتنت العربي اللي انا اعمله بروموشن ده هو سعودي. طيب هيجي بقى دوري هنا ان انا محتاج اعمل اناليسيز للسوشيال ميديا، وابص واستخدم طبعا سوشيال ميديا مانجمنت تولز فيها سوشيال ليسننج وفيها الجزء بتاع الانفلونسرز تراكنج. فانا اقدر ان انا اخش على البلاتفورم ديت، اقدر اخش مثلا اجيب التوب انفلونسرز مثلا اللي موجودين في السعوديه، وابدا اخش على كل واحد فيهم افهم هو نوع الكونتنت اللي بيقدمه ايه، وايه الفاليو اللي كمان اللي بيقدم. ده جزء يعني دي حاجه مهمه جدا، ايه الفاليو اللي بيقدمها للناس. يعني انا مثلا في واحد انفلونسرز بخش عنده هو بس دوره ان هو بيعرفني كل حاجه جديده بتنزل في الافلام، خلاص ده الكور فاليو اللي هو بيقدمه. في واحد تاني بيديني نوليدج اكتر وبينريتش النوليدج بتاعتي مثلا في الكونتنت الكوري. ففي ناس مثلا شغاله في الكونتنت الكوري هي بتتكلم على الاكل الكوري واللبس الكوري وبتتكلم عن صناعه الافلام الكوري وبتتكلم على BTS وبتتكلم على اخبار الفنانين. فانا الناس اللي اوريدي عاملين فولو على الحساب ده هم داخلين عشان كل حاجه خاصه بالكوري. طيب انا لو بعمل بروموشن لكونتنت كوري النهارده مش هروح للشخص اللي هو بيعمل او بيقول لي مثلا مواعيد الافلام او بيقول لي ايه الحاجات الجديده او بيتكلم بشكل سطحي. لا انا محتاج اوصل لفئه عندي، الفئه دي نيش شويه، نيش مش موجود. طب هوصل لها ازاي؟ هوصل لها عند الشخص اللي هو
بيتكلم على كل حاجه كوري، الافلام الكوري بيتكلم، متابع كل اخبار الكوري. فلما انا اروح اشتغل مع الشخص ده او يروح الشخص ده يعمل لي مثلا كامبين معينه، خلاص انا هبقى فاهم ان انا رايح لحد هو فيري تارجتد قوي وبيخدم الكور اودينس بتوعي اللي انا محتاج اركز عليهم، لان انا بعمل بروموشن في الفتره الحاليه دي لمسلسل كوري. طيب الشخص اللي هو الفيلم السعودي ما ينفعش اشتغل مثلا مع انفلونسرز من مصر unless ان انا محتاج ريتش. وفي نفس الوقت انا ممكن اشتغل مع انفلونسر من مصر على فيلم سعودي بس هو ممكن ما يكونوش فاهمين اللغه قوي، فبالتالي مش او لو انا عايزه اسوق الفيلم في مصر، او انا محتاج اسوقه في مصر. بس انا محتاج اوصل لناس، خلاص انا عندي فيلم سعودي بيتكلم عن الثقافه السعوديه او بيتكلم على حاجات لوكال في الحياه السعوديه، خلاص انا محتاج اشتغل مع حد يكون من السعوديه، ومش نفس الوقت يكون كمان من السعوديه. انا ببدا اشتغل معاه، بعمل اناليسز للاول. اول حاجه بنقي مثلا، خلينا نقول لقيت 50 انفلونسر، ماشي، دخلت راندوم كده، استخدمت السوشيال ميديا تول، لقيت 50 انفلونسرز انا شايف ان في بوتنشال ان انا اشتغل معاهم. طيب اول حاجه ببدا اتواصل معاهم، وبعد ما اتواصل معاهم بسالهم على الديموغرافيك والجيوغرافيك عندهم. انتوا الاودينس اللي عامل لكم فولو دول عامل لكم فولو منين؟ طب ايه اكتر كومنتس بتجيلكوا على الفيديوز عندكم؟ فانا بفهم الاودينس اللي هم انجيجد معاهم على البلاتفورم بتاعتهم، هم اصلا ايه تفكيرهم، ايه المايند سيت بتاعتهم، بيفكروا على ايه، وايه الاحتياجات بتاعتهم. فانا لما بلاقي حد مثلا بيتناسب مع الاوبجكتيف بتاعي او مع البيزنس او الجولز بتاعتي، ببدا اقول خلاص انا هشتغل مع الانفلونسر ده. الراجل ده ده عنده ديموغرافيكس مثلا، او عنده مثلا 99 من الناس اللي عاملين لي فولو عنده هم من السعوديه. معظم الكومنتس عنده بتتكلم في التفاصيل على الافلام السعوديه، بتتكلم على اداء الممثلين، على الانتاج، على القصه. فالناس الاودينس اللي موجودين عنده اللي عاملين له فولو دولت ناس انتو ديتيلز ممكن يكونوا اكتر مني. فانا دول اللي انا محتاجهم. ليه؟ دول الكور بتوعي. ليه؟ انا لما تارجت ده او انا بشتغل مع انفلونسر زي ده، انا بكونفرت من عنده ناس بتفولو عندي، بتعرف البراند لو هي مش عارفاه عن طريقه اللي انا اشتغلت معاه. وفي نفس الوقت كمان انا ببني عندي امباسادورز. فانا دلوقتي الناس اللي هم بيتكلموا على الافلام السعوديه وبينجزوا في الكومنتس وبيدوا نقد وبيتكلموا على الممثلين وعلى القصص وكده، الناس دي لما تيجي ما تيجي تتكلم عندي نفس القصه، تيجي تتعلق عندي في الكومنتس. وفي نفس الوقت الناس ديت هتبقى لما يعرفوا فيو هيبقى هم امباسادورز. لو انا دلوقتي جيت اعرض لهم 3-4 افلام، هم حبوا الافلام ديت، هم هيروحوا يتكلموا، هيبقى في وورد اوف ماوث. فانا خلقت امباسادورز من الكوميونتي بتاعته. فانا انا اشتغلت معاه. طبعا هو بيبقى فيه تبادل مشترك وبيبقى فيه منفعه مشتركه، بس بكون انا استفدت من الكوميونتي بتاعته وجبتهم عندي وخلقت امباسادورز. فهم تلاقيه بقى الكوميونتي لما يروحوا يتكلموا بعض يقول لك بصوا احنا عارفين براند كذا، ده براند فيو عرض مسلسل كذا او اتكلم عن كذا، فهم بيحكوا مع بعض. فانا خلقت وورد اوف ماوث. فانا عليت الاويرنس بحاجه بسيطه جدا، بان انا اشتغلت مع الشخص الصح اللي يتناسب مع الاودينس بتوعي، يتناسب مع الفاليو اللي انا او الفاليو اللي انا محتاج اقدمها للاودينس. اوكي. طب بما اننا بقى بنتكلم على السوشيال ميديا، الترندات، موضوع الترند ده اول ما تطلع اي حاجه ترند تلاقي ناس كتير قوي راحت تجري علشان تعمله او عشان تقلده او عشان تستغله في ان هي تسوق للبراند بتاعها. مش عيب، حاجه كويسه جدا، حاجه ترند والناس كلها engaging معاها والناس كلها مهتمه بيها، فحلو ان انا استغل الموضوع ده لمصلحه البراند بتاعي وابدا ادخل فيه. بس الحقيقه انا شفت امثله كتيره جدا لناس بتستغل الترند بشكل غلط. يعني بيروح يمشي مع ترند هو مش ماشي تماما مع البيزنس اوبجكتيف بتاعه او مع البراند ايدنتيتي بتاعته. فازاي بقى حته الترند دي اقدر اوظفها لمصلحتي كبراند واخليها تكسبني ما تخسرنيش؟ دي بصي حتى تريكي شويه، لان ممكن ترند يودينا في كرايسيس مثلا، حصل مشكله بالزبط عندنا. وفي براندات كتير جدا بتستخدم الترند، وانا مش يعني انا لو تسأليني على شيء انا مش مع استخدام الترند في كل الحالات.
لان احنا مثلا في حاجات مثلا حاجات سياسيه مثلا مش محتاجين ان احنا حصل حاجه سياسيه في ترند مش محتاج ان انا اكون متواجد معاها. طيب حصل حاجه خاصه بالكوره بس مش عارف مين فاز كذا، فاحنا ممكن ننزل تهنئه كذا، او مش عارف مشهد رقصه معينه من فيلم سعودي بيهني مثلا على مثلا منتخب سعودي كسب. فممكن تكون حاجات زي كده بسيطه، لان الحاجات الترند محتاجه سرعه وسرعه في التنفيذ. انا النهارده لما بيحصل حاجه ترند انا اوريدي تفاعلت مع الحاجه الترند ولا ما تفاعلتش؟ طب انا اخدت وقت قد ايه؟ فما ممكن تيجي تحصل حاجه ترند مثلا بعد وقت الشغل، طب انا محتاج ان انا اتابع مع مديري، طب ما انا محتاج اعمل برين ستورمينج سريعا مع مديري عشان نشوف هل الحاجه اللي احنا هنقدمها ديت ماشيه مع البراند بتاعي ولا ممكن تكون فيها كونفليكت مع البراند بتاعي فمش محتاجه اقدمها. فهنا السرعه مطلوبه وسرعه التنفيذ مطلوبه. فدايما انا في الحاجات الترند بشجع ان لو في حاجه بسيطه نقدر ننجيج معاها مفيش مشكله، لكن حاجه هتحتاج مجهود وهتحتاج تفاصيل لا، دي محتاجه ان احنا ننفولف ناس اكتر، ستيك هولدرز اكتر، ومحتاج ان هي تاخد وقتها. لان في حاجه ترند ممكن تحصل النهارده، ممكن يكون في ماتش تحصل حاجه ترند النهارده خلصت بكره. فهنا مش محتاج ان انا انفولف ناس كتير جدا، بس انا هنا ممكن حاجه بسيطه، مشهد بسيط جدا، ممكن حاجه كوميكس مثلا او ميمز معينه ممكن انزلها كتهنئه للمنتخب وخلاص. بس لو حاجه مثلا شايف ان هي ممتده معايا وشايف ان هي فيها براندات وشايف فيها، لا انا هنا محتاجه انفولف ناس اكتر، لان انا محتاج اشوف ديت هتالاين مع الفاليوز بتاعتي ولا لا. لان في الاخر انا ممكن اشارك في حاجه ترند لسبيل ان انا بشارك، بس هل هي فيها فاليو ولا لا؟ بتقدم فاليو للفولورز اللي عاملين او الناس اللي عامله لي متابعه ولا لا؟ فدي حاجه مهمه جدا وتريكي. وتفاعل البراندات مع الترند بيفيدها ازاي؟ كل الناس اللي عاملين لي فولو مثلا عندي على البراند بتاعي از فيو هم كلهم في الميديا، كلهم بيتفرجوا على الافلام والمسلسلات. بس ممكن اجي مثلا ساعه كاس العالم مصر اتأهلت، الجزائر اتأهلت مش عارف للدور اللي قبل النهائي، عادي مفيش مشكله اما اشجع. ما انا لما بشجع حاجه زي كده انا بقول للناس اللي هي عامله لي فولو انها انا زيكم. ما في الاخر انا البراند دي حاجه برضك يمكن اتعلمتها من MBC، ان في براند بيتكلم از براند از اوفيشال براند، وفي براند بيتكلم ان انا زي اليوزر. فتلاقي ان البراند اللي بيتكلم اللي هو انا زي اليوزر او زي الناس اللي هي عامله لي فولو، تحس ان هو بيبقى قريب قوي، بيبقى في حاجه ايموشنال كده، فبيبقى قريب للناس، الناس فبتتفاعل معاه اكتر. غير لما بيحسوا انه بني ادم، اسمها humanizing the brand. بالظبط. فبدل ما انا بحس ان انا لا انا براند ولازم اتكلم بطريقه اوفيشال، لا انت مش لازم تتكلم بطريقه اوفيشال. يعني احنا افتكر ايام MBC كنا مثلا بننزل حاجات مع الترند، بتنجيج مع الترند، وحاجات بسيطه قوي كنا بنستخدمها، كنا بننزلها على البروفايل بتاع MBC2. فكانت الناس مستغربه ازاي البروفايل بتاع MBC2 بينزل حاجات اللي هي حاجات فيري ديب قوي كده في التفاصيل، اللي هو حد مصري اللي منزلها ففاهم هو بيقول ايه. فكان بالنسبه له ايه ده براند كبير MBC2 بينزل حاجه وبيتكلم ويقول كذا. فكانوا مثلا تلاقي مثلا البوست جايب 1000 كومنت، تلاقيه جاب 5000. ليه؟ في جزء منبهر ان البراند بيتكلم كده، ازاي براند بيتكلم كده. فده دايما بيخلق رابط. لان انا بحس ان احنا عندنا مشكله حاليا موجوده، يمكن كتبت فيها مقاله قبل كده، كتبت ان احنا جيل تواصل اجتماعي بدون تواصل اجتماعي. احنا خلاص من كتر ما بقى عندنا السوشيال ميديا وكده فمبقناش نتواصل مع بعض. ممكن الناس ماشيه في الشارع ممكن حد ما يكلمش حد، فبقى عندنا في مشكله في حته التواصل الاجتماعي. فدايما شايف انا جزء المهم او الحاجه الكور اساسيه عندي في السوشيال ميديا از رول، ان انا ما مدى العلاقه ما بيني وما بين الفولور او الناس اللي هي عامله لي فولوينج على البروفايل عندي. فانا محتاج دايما ان انا اقوي البوند او الرابط اللي ما بيني وما بينهم، وفي نفس الوقت محتاج اقدم النيدز. يعني انا بقدم لهم النيدز اللي هي البرودكت اللي انا ببيعه، وفي نفس الوقت الطريقه اللي انا بتكلم بيها ايه الفاليو، ايه الحاجات اللي انا بقدم. النهارده لما اجي انا مثلا اقدم لهم، انزل لهم برومو مثلا او ميمز او انزل لهم بوست معين، ايه الفاليو اللي هم استفادوها؟ انا كحد شفت البوست فيو منزله كذا ماشي، بس انا استفدت ايه؟
فانا البوست اللي نازل هل هو فيه فاليو، هل هو فيه حاجه بتضيف لهم، هل في معلومه هم استفادوا منها. فدايما انا بشجع ان احنا الحاجه اللي احنا نقدمها لازم يكون فيها فاليو، ولازم اكون بتكلم نفس اللغه بتاعه الناس المتابعين، واقوي الرابط اللي ما بيني وما بين المتابعين. لان طول ما انا عمال اقوي الرابط ما بيني وما بين المتابعين انا بخلق كوميونتي. الكوميونتي ديت بعد شهر او 2 أو 3 هتبقى امباسادورز عندي للبراند، هتروح تقول ده براند فيو بيقول كذا، ده براند MBC بيقول كذا، فهيبداوا يتكلموا بالبراند، يقولوا كذا، فهم بيحكوا ما بينهم وما بين بعضهم. فانا كده خلقت اويرنس، وانا ما فيش اي مجهود انا عملته. طب انت عارف ان في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ناس كتير بيكون اسهل لها ان هي تقلد من ان هي تكريت، من ان هي تخترع حاجة جديدة. فدايما اغلب الناس بتحب تعمل الحاجة اللي اتجربت ونجحت. فلما تلاقي حد مثلا عمل فكرة جديدة والفكرة دي عملت بومينج وانتشرت والناس تفاعلت معاه كويس قوي، يبدأ بقى بدل ما هو يخلق فكرة جديدة شبهه، يعمل ايه؟ ياخد الفكرة دي ويبدأ يغير فيها شوية حاجات ويطلع بفكرة تانية. فازاي اقدر احمي المحتوى بتاعي على السوشيال ميديا؟ كونتنت بروتكشن دي حته تشالنجينج جدا لكل البراندات، وانا شايف ان بيطلع حلول وبيطلع اساليب بتفايت يعني، او بتحارب موضوع القرصنه بتاع المحتوى. بس انا شايف ان الموضوع هيفضل مستمر، لان اكتشفت ان اكتر جنسيه ممكن مش تتلاعب بس فاهمين التفاصيل بتاعه البلاتفورمز، وفاهمين هو الشعب المصري عامه. لقيت ان هو اكتر حد ممكن يكون مغلب البراندات في موضوع القرصنه. تلاقي مثلا محتوى نزل على اليوتيوب بشكل معين، فتلاقي صفحه ما سرقته وعدلوا مثلا في التيمبو بتاع الصوت، سرعوا الصوت شويه، عملوا ريتيت للفيديو فالفيديو بقى مايل شويه. فالسيستم بتاع اليوتيوب اللي هو بيعمل ID ماتشنج، فاللي هو بيشوف المحتوى ده موجود على تشانل ثانيه ولا لا، فيقفله اوتوماتيك. فبالتالي لما يلاقي فيه فيديو نفس الفيديو التاني بس متلاعب في الصوت، فهو ما بيفهم ان ده فيديو مختلف. فلقيت اكتر شعب بيغلبنا في الموضوع ده احنا مغلبين جدا في موضوع القرصنه ده، وفي جديد كل شويه. فانا موضوع القرصنه شايف ان هو الحكومه المصريه مع وزاره الاتصالات شغالين كتير جدا على، وفي مواقع كتير جدا اتقفلت، وفي ناس يعني في ناس راحوا جابوهم من بيوتهم، يعني قالوا لهم عشان بيقلدوا محتوى تاني، بيسرقوا محتوى. وانا طبعا ضد سرقه المحتوى 100% يعني. فالحكومه شغاله على كده، وزاره الاتصالات شغاله على كده، وفي مواقع كتير جدا اتقفلت واتعمل لها بلوك. الله بقى ان حد محتاجها يفتحها من بره البلد، بس هي في مصر كتير في مواقع كتير جدا اتقفلت. فموضوع القرصنه موضوع تشالنجينج للبراندات. بس في نقطه تانية بقى بتبقى مهمه جدا، وهي مش فكره القرصنه، فكره ان حد بينسخ محتوى حد. احنا عندنا دايما بيجي رمضان، فرمضان سيزون لكل البراندات اللي في الميديا، فبالنسبه لنا رمضان ده الشغل فيه بيبقى 3 شيفتات مش شيفت واحد. فهنا بتيجي بقى، وده سر يعني سر ليكي في حته المحتوى، البروموشن بتاع المحتوى. ايه اللي بيفرق براند عن براند؟ البراند اللي بينزل الكونتنت اول. فانا مثلا النهارده انت براند وعندي الكونتنت وانا عندي نفس الكونتنت، انت بتعملي بروموشن وانا بعمل له بروموشن. طيب انت نزلتي امتى الكونتنت بتاعك؟ انت نزلتي الكونتنت مثلا النهارده الساعه 7، انا نزلته بعدك بساعه. فالبلاتفورم بتفهم ان الشخص اللي نزل الكونتنت الساعه 7 ده الشخص الاصلي اللي هو صاحب الكونتنت، ده الشخص الاوريجين اللي نزل الكونتنت اصلا. الشخص اللي نزله بعديه بساعه هو انا اخدت كوبي من الشخص التاني. هاويفر ان انت معاك الكونتنت وانا معايا الكونتنت، انت تملك الحقوق بتاع الكونتنت وانا املك الحقوق بتاع الكونتنت. فهنا ايه اللي تشالنج، او هنا ايه السيكريت ريسيبي في القصه، او ايه دي المعضله دايما اللي انا بشوفها وبنحاول نشتغل عليها. انا بيرسونالي بشتغل عليها، ان انا فكره ان انا محتاج اشتغل على المحتوى واسابق المنافس بتاعي. انا محتاج اشتغل على المحتوى واسابق المنافس، لان هو معاه نفس الكونتنت وانا معايا نفس الكونتنت. هو هيعمل له وهينزل له بروموز وانا هنزل له بروموز. طب انا فرقت ايه عنه؟ ما انت هتيجي تشوف تقول لي ايه ده برومو نزل هنا ونزل هنا، فاحنا قلدنا. لا، احنا ما قلدناش. هو معاه الكونتنت وانا معايا الكونتنت، بس هو ممكن يعمل حاجه كريتيف ينزلها بدري عني، وانا تجيلي الفكره بعدها بساعتين فنزلها.
فانا بالنسبه للالجوريزم بتاعت الفيسبوك او التيك توك او عامه اي منصه بتفهم ان الكونتنت اللي نزل بدري ده الكونتنت الاوريجينال، والكونتنت اللي نزل متاخر لو هو نفس الكونتنت فبتفهم ان ده جزء متقلد، فانا خسرت هنا الريتش. فدايما مين اللي بيفوز في القصه دي؟ بيفوز الشخص اللي نزل الاول. غير حاجة تانية برضو مهمة ان هي بتضر الشخص اللي بيقلد، وهنا مش يعني كلامي في العموم مش بس على البراندات، على الاشخاص كمان اللي موجودين على السوشيال ميديا. انت لما بتحاول تقلد حد ده بيقلل من قيمتك كشخص، من قيمة حتى ذكائك كإنسان، ان انت ما كانش عندك القدرة الفكرية انك تخلق حاجة جديدة وتخلق حاجة شبهك بتاعتك. لا، انت رحت استسهلت وقلدت حد تاني عشان انت شايف ان هو عمل فكرة والفكرة بتاعته نجحت. ففكرة التقليد هي مش بس بتكون مؤذية للشخص اللي بيتقلد، هي مؤذية اكتر من وجهة نظري للي بيقلد. فأتمنى ان الناس تفهم كل ده، لان انا برضو مرة سمعت كانت تيد توك لحد انا مش فاكرة اسمه للأسف، وكان بيتكلم عن ايه هي اكتر انرجي، اكتر طاقة ما ينفعش ان حد يتغاضى عنها او يكذبها. هي الاوثنتيك انرجي، طاقتك الاصليه او فكرتك الاصليه او شخصيتك الاصليه. دي الحاجه الوحيده اللي محدش ابدا هيقدر ياخدها منك. ممكن انت تعمل فكره والفكره تبقى الاصليه بتاعتك، لان كل فكره انت بتعملها بيبقى فيها جزء من روحك وجزء من شخصيتك، ده محدش بيعرف يقلده. فحتى لو حد تاني اخدها وعملها عمره ما هيعرف يعملها زي ما انت عملتها. فياريت الناس كلها تفهم، يعني تفهم كل ده، وتفهم ان بالعكس انت او انت ممكن يكون عندكم افكار احلى بكتير جدا من اللي الشخص ده عملها، لو انتوا بس قررتوا ان انتوا تعملوا حاجة شبهكم بتاعتكم انتوا. دي دايما راجعة لفكرة ايه؟ هم بيبصوا على النجاح السريع، وفي نفس الوقت لو انت قلدت النهاردة مش هتعرف تقلد بكرة. صح. فهي انت مجبر، يعني انت في الاخر مجبر. فعشان كده لازم يبقى انت كل حاجه انت تعمل لازم يبقى فيها الايدنتي بتاعتك. لان انا في مشكله دلوقتي الناس بتقابلها يمكن في السوشيال ميديا، عايز نجاح، انا عايز انزل حاجه النهارده بقى نجاح. لا، انت ممكن تقعد تشتغل سنه ما تحققش نجاح، بس تيجي بعد سنه تعمل حاجه، الحاجه دي تسمع معاك في الحاجات القديمه، الناس تبدا تخش تتفرج على الحاجات بتاعتك القديمه. يعني انا بشوف تشانلز كتير على اليوتيوب ممكن تقعد تنزل بال2000 و3000 فيديو ومفيش فيوز خالص. ممكن تلاقي ماكسيمم مثلا الافريج الفيديو الواحد عامل 1000 فيو، بس ممكن يجي بعد سنتين 3-4 من تعب شغل تلاقي فيديو واحد جاب له 3-4 مليون، وبسبب الفيديو ده الناس رجعت تشوف الفيديوهات القديمة. فبس ليه؟ والناس أذكياء، يعني الناس برضك فاهمة الحاجة متقلدة من الحاجة اللي فيها ايدنتي. يعني محمد، أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي على الحلقة الجميلة دي. إحنا وصلنا لآخر الحلقة، وهسألك سؤال. السؤال ده هو خاص بالبرنامج بتاعنا، وهو لو أنت كان عندك سوبر باور، السوبر باور دي هتستخدمها في إنك تغير حاجة للأفضل، تغيير إيجابي، هتبقى إيه السوبر باور وهتغير بيها إيه؟ السوبر باور هتبقى المايند سيت بتاعت الناس، او ان انا اقرا دماغ الناس. تقرا الافكار، اقرا دماغ الناس او افكار الناس. هي الناس دايما هتفضل تختلف على، يعني موضوع الخلاف عمره ما هينتهي، لان مش كلنا بنفكر بنفس الطريقه. وعلى فكره الخلاف بيبقى مفيد جدا، لان هو بيفتح لك افق مختلفه تقدر تشوف بيها. ادوارد بونو ده من اشهر الناس اللي عملوا اللاترال ثينكينج، بيدرس ازاي تقدر تفكر بطرق مختلفه. كان بيقول على الجزء بتاع النقاشات دي انه تخيل نفسك في مربع، ودلوقتي انت على اول المربع هنا، وانا هنا، ومحمد هنا، واحمد هنا. وبعدين انا بكلمك بقول لك كل واحد فينا معاه تليفون بيكلم التاني، بيقول له هو شايف ايه من الجزء اللي هو واقف فيه. فانا كلمتك قلت لك انا من عندي هنا احلى فيو، قلت لي لا 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 بس انا من عندي بقى احلى فيو. راح محمد قال لا والله بقى انا من عندي احلى من اللي انتوا الاتنين شايفينه. راح احمد قال لا انا عندي بقى احلى من اللي كلكم شايفينه. لو قررنا كلنا ان احنا نمشي بشكل
يعني كل واحد يروح مكان التاني ويشوف الفيو اللي هو شايفه من غير ما يبقى متمسك قوي بطريقة تفكيره ومتمسك قوي بوجهة نظره. فأنا جيت مكان محمد، ومحمد راح مكان أحمد، وأحمد جه مكان أميرة، وبدأنا إحنا الأربعة نتفق فعلا إيه هو أحسن فيو، لأن إحنا كلنا شفنا كل الفيوز. أنا شفت من هنا وشفت من هنا وشفت من هنا وشفت من هنا، وإحنا الأربعة وصلنا لاتفاق إن أنهي فيو هو اللي فعلا أحلى فيو بعد ما كلنا شفناهم كلهم. فهو ده الاختلاف اللي بيبقى فعلا صحي وفعلا productive، لأنه بيخليك تشوف وجهة نظر مختلفة لو انت فعلا open كفاية انك تشوف عشان تتعلم وتفهم. مظبوط. الشعار بتاع البرنامج هو استخدم قوتك علشان تعمل تغيير إيجابي. فكل ضيف بيبقى ليه مساهمة لنوت فروم ذا كاوتش. انت تحب تكون ايه المساهمة بتاعتك اللي هتقدمها للي بيتفرجوا على نوت فروم ذا كاوتش؟ طبعا انا حابب اساعد البرنامج لو في نتورك عندكم او في ناس كاليبرز او ناس مثلا حابه ان هي تستفيد من الجزء بتاع السوشيال ميديا، فانا اقدر ان انا اقدم لهم خلينا نقول منتور، او اقدر اكون ليهم مثلا فتره معينه، اقدر اشرح لهم كورسز معينه، اقول لهم حاجات معينه يشتغلوا عليها، حاجات معينه يدرسوها بحيث ينموا الجزء بتاعهم ده. طبعا للي حابب ان هو يشتغل في الجزء بتاع السوشيال ميديا، او الشخص اللي هو بيقول لك انا حابب ان انا اوصل للليفل المعين في السوشيال ميديا او اكون فاهم في الحته المعينه ديت، فانا اقدر افيده طبعا حسب المعرفه بتاعتي. طبعا احنا كلنا بنتعلم، انا ما بقولش ان انا افضل حد موجود في السوق، لا انا بالنسبه لي لسه بتعلم، وبتعلم من ناس اصغر مني وناس اكبر مني، فدي طبعا دي حاجه كويسه. فلان في الاخر انا بشوف الناس بتعلم بعضها وانت دورك ايه في المجتمع. يعني احنا انا النهارده لما حد بيكون معايا في الشركه وبيمشي، انا ما بفتكرش اي حاجه خالص، انا بفتكر المواقف الحلوه، ما بفتكرش شغله، ما بقولش ده كان اشتغل على كامبين كذا والكامبين حققت ارقام تريبل ولا كذا، بفتكر الشخص بذاته، الايدنتي بتاعت الشخص. فدي الحاجات اللي هي بتفضل، اللي انا بشوفها ان هي في المجال بتاعنا محتاجين نشتغل عليها، لان كل واحد هو سيره. انا بمشي النهارده من شغل الناس بتتكلم عليا بتقول ايه، فدي الحاجه اللي انا بنصح بيها كل الناس ان هي تشتغل بامانه وتشتغل بما يرضي الله وتشتغل. ويعني النهارده انا جاي بشتغل اعمل شغلي وزياده وكمان واجتهد، لان انا في جزء بعمله للشغل وفي جزء انا بعمله لاجتهادي الشخصي عشان انا اشتغل، حابب اطور من نفسي. طبعا دي حاجه كلنا بنقابلها في الشغل، ومش كل الناس اللي هي مثلا حابه تشتغل بتقول انا ما جاليش الفرصه او ما جاليش، لا انت اشتغل واتعب على نفسك، ربنا هيكرمك، هيجي وقت هتلاقي نفسك جالك ترقيه، جالك شغل، جالك حاجه تانية انت ما تعرفش منين. صح. فده راجع لان انت بتشتغل على نفسك، والسيره الطيبه دي اهم حاجه. فانا حابب ان انا اساعد الناس اللي هي حابه تشتغل في مجال السوشيال ميديا، حابه تتعلم، انا ما عنديش مشكله خالص. طبعا انا ام اوبن ان احنا نتفق على فريكوينسي معين او سيشنز معينه لو في عندكم انتوا. انا فهمت ان طيب انت تقدر تاخد بحد اقصى كام شخص؟ مش هيفرق الشخص، لان هي احنا ممكن تبقى عباره عن كلها اونلاين ميتينجز، فانا مش هيفرق معايا العدد اكتر ما يفرق معايا ان الناس تكون مهتمه. يعني فعلا حابب ان الشخص اللي قاعد هيكون قاعد مستفاد، لان انا هديله معلومه من واقع الشغل، انا مش هديله معلومه من كتاب، او انا مش هديله معلومه هيجيبها من على جوجل، لا انا هديله معلومه من واقع الشغل، فحابب ان هو ياخدها يطبقها. ده جزء المهم، ده الجزء اللي يعني اللي هيكون فارق عندي، ان الشخص ياخد معلومه النهارده يروح يطبقها بكره، والا اذا هو مش هيكون استفاد حاجه، ولا هيكون المعلومه خلاص هتثبت معاه. احنا عندنا على الويب سايت بتاعنا في 4 انواع من الكويشنيرز، اسئله. في واحد عن السعاده، واحد عن الشغف، واحد عن اكتشاف الذات، واحد عن اكتشاف الكارير. فالناس بتجاوب على الاسئله دي، واحنا بنبعتها للمسؤولين او الضيف اللي كان معانا علشان تقدر تشوف الشخص ده من زاوية مختلفة عن السي في بتاعه. فمن خلالها بتقدر تفهم هو الشخص فعلا حابب المجال ده وعايز يبقى فيه وعايز يكمل فيه ولا لا. هي بتوضح طبعا شوية حاجات كتير. فدلوقتي لو انت او انتي مهتمين جدا بمجال السوشيال ميديا في الاندستري بتاعت الميديا، محمد هيساعدكم ان هو يعمل اونلاين سيشن زي ما قال، علشان تقدروا تتعلموا فيها ازاي تقدروا تدخلوا المجال ده وتنجحوا فيه.
فهتدخلوا على الموقع بتاعنا وهتجاوبوا على الأسئلة بتاعة الشخصية علشان نساعده إن هو يتعرف عليكم أكتر، وهتبعتوا لنا هتسيبوا اسمكم ورقم تليفونكم وإحنا هنوصلكم بمحمد. شكرا جدا محمد، بجد نورتنا، وأنا مبسوطة جدا إن أنا اتعرفت عليك وشفتك النهاردة. أنا أكتر. شكرا.